سقوط طائرة بإقليم الناظور صباح اليوم الثلاثاء الماضي. وقبل الخوض في تفاصيل هذه الواقعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بأخبارنا المغربية إن شاء الله. أفادت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية أن طائرة محملة بالمخدرات سقطت صباح اليوم الثلاثاء الماضي بدوار أولاد عبد الله التابع ترابيا لجماعة أولاد ستوت بإقليم الناظور. وأضافت المصادر عنها أن الواقعة استنفرت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية زايو التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا مفصلا في الحادثة. وكشفت ذات المصادر أن الرجال الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة تلقوا أوامر أمنية من النيابة العامة المختصة للبحث عن ربان الطائرة وتوقيفه. وأسفرت العملية الأمنية التي وقفت عليها عناصر مدربة في مثل هذه العمليات من توقيف مواطن إسباني يرجح أنه ربان الطائرة التي كانت تحتوي على حوالي 20 كيلوغرام من مخدر الشيرة هذا. وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الناظور عناصر الدرك الملكي بإحالة الموقوف على تدابير الحراسة النظرية لفائدة التحقيق الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد تفاصيل وحيثيات الواقعة.